ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناه ابناء الشال. طبعا احنا من زمان ما عملناش وصفات. النهارده ان شاء الله هنعمله محشي ورق عنب وممبار وبتنجان ان شاء الله. انا معايا حله اهي على النار، هنزل بيها كده بكام حته دهن كده، بتدي تست حلو قوي للمحشي. طبعا انا هحط معاه شويه زيت عشان تحمر مع بعضها كده. هعلي بقى كده النار عليها واسيبها شويه. طبعا انا حطيت الدهن اهي، هحط عليها حوالي كوبايه وربع من الزيت او نص كوبايه. هي بقى هتحمر مع نفسها كده، هتحمر برضه اوريها لكم. معايا بقى 5 بيضات حلوين كده، عشان طبعا كلنا اللي المحشي بيحب البصل. انا مخلطه اهو بالسكينه كده عادي، مش كب ولا حاجه. هفرم بقى الطماطم واجهز كل حاجه معاها. معايا طماطم في الخلاط اهي، في الخلاط، ومعايا كذا فص توم كده، حوالي راس من التوم. طبعا دلوقتي مفيش توم اخضر ولا حاجه، دي توم مقشراه وقرنين شطه حمرا كده. خلاص انا فرمت الطماطم اللي فيها الشطه والتوم. ده الكوز التاني اهو. يلا بقى نشوف الدهنه بتاعتنا عملت ايه. الدهنه يا جماعه زي ما انتم شايفينها، طبعا كده بالذات هي هتحمر كده. انا بحب اعملها كده، ما بحبش اطيبها واحطها في الثلاجه ولا حاجه. انا بحب اعملها كل مره كده اما اجي اعمل محشي او اي وصفه بتحب فيها الدهن باخد حته كده من الفريزر واغسلها وتاني محمراها كده في شويه زيت، وحط عليها بقى البصل والطماطم وكده. طبعا هي خلاص خدت اللون اللي انا عايزاه. هنزل بقى بالبصل وهسيبه بقى يحمر شويه. طبعا هي هتسيبه كمان مع البصل مع المحشي ومع البصل. هي طبعا ريحتها ما شاء الله. بسم الله كده ونحطها كلها. خليها بس كده واصفر البصله. طبعا هي هتستوي بقى في الصلصه، مش هيبقى لها اثر خالص. اللي حابب يسيبها يسيبها، اللي مش حابب يسيبها يبقى يسيبها عادي. هسيب بقى البصل يتشوح شويه، بعد كده احط عليه الصلصه بتاعته. هنا بقى البصل خلاص اهي تبدا تصفر كده. كل مره كده بديلها تقليبه لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه. بعد كده انزل عليها بقى بالطماطم تتسبك بقى مع نفسها خالص. في ناس بتحب تعمل صلصه المحشي ديت على بعضها ني كده، بس بصراحه انت لما بتحمر البصله كده وتحط عليها الطماطم وتسيبها تتسبك بتدي له تيست اعلى وبيبقى طعم حلو في الطعم كمان عن ما انت بتعمليه كده اخضر فاضر كده. انا شفت ناس كتير بتحط الطماطم على البصل كله اخضر كده على الكزبره الخضراء والرز وتحشي على طول. جرب بس الطريقه ديت كده، طبعا بتخلي ريحه المحشي ما شاء الله جميله. زي ما انتم شايفينها لسه ما خدتش اللون كمان انا عايزاه. انا بحب اصفرها كمان تصفير بس مش ارزي. وطبعا بقى انا هحشي منها هاخد منها شويه خلطه، اعمل منها شويه ممبار. طبعا اللي كنا ذابحينه بقى في الفرح ربنا بكم جميعا. وكان في برضه في عيد الاضحى بس احنا مصورناهوش صراحه. احنا الاقرب بقى نصوره معاه. انا هبدا بقى احط الطماطم وهي بقى هتسبك مع نفسها. بسم الله. هي مش هحط ملح كمان دلوقتي خالص، لما تستوي خالص هحط لها ملح. طبعا لسه الشطه فيها شكلها حراق. هي هسيبها تسبك مع نفسها على ما اعمل انا بقى روى ننضح حواليها كده تسبك مع نفسها على ما نجهز بقى البتنجان ورق العنب ونكمل مع بعض. خلاص يا جماعه كده الصلصه هي زي ما انتم شايفينها خلاص هي استوت هي ماشي. طبعا نشفت بقى هي. ودي معايا بقى الشوربه اللي هعملها الممبار. طبعا حطيت فيها لورا وحبهاء بس لسه ما ملحتش عليها.
معانا بقى الرز اهوت اللي انا هغسله، والخضره خرطتها اهيت، وادي الممبار اهوت طبعا انا غسلاه ومنضفاه. وادي ايه كذا بتنجانه كده ايه هعملهم برضو ايه، هنضفهم واورهم واحشيهم برضو هعملهم لوحدهم. خليكم معايا بقى لاخر الفيديو ونشوف هنعمله الطريقه ازاي. طبعا انا عارفه كلكم بتعرفوا تعملوا، بس احنا ايه كلنا بنتعلم من بعض. طبعا هشيل الحله ديت واحط الحله اللي فيها الميه ماشي، على ما اغسل الرز بقى كده. انا عايزاها كده ايه بالشكل ده كده. طبعا نشفت ما عادش فيها اي سوائل من الطماطم هيت ولا اي حاجه. هشيلها بقى واحط عليه الحله اللي فيها الميه. الباذنجان اهوت يا جماعه ماشي. طبعا هبدا ايه اعمله بقى كده بالمعبر بقى اهوت، وهكذا بقى كذا واحده لحد ما ايه اخلصه كله اهوت بالشكل ده كده. اعمل نقول بسم الله. طبعا لسه جايباه الصبح يا جماعه الباذنجان ده اهو بالشكل ده كده. هكمل بقى كميتي وارجع لكم تاني يا جماعه. الباذنجان بصوا هجيبها كده اهوت ماشي. تعملها كده اهوت هتضطر معاكي بالشكل ده كده ماشي اهي. تيجي بقى بصي كده اهو. احنا مش هتاخد معانا بقى ايه ثواني هي بالشكل ده كده. هعمل معاكم كمان واحده. طبعا اللي بتبقى طريه ما بتاخدش معاكي ثواني، عشان بس ايه نكمل اهوت. يلا بالشكل ده كده. بس يا جماعه انا حطيت الرز دوت غسلته وولعت على ميه الممبار. حط بقى الخضره ماشي. هبدا بقى ايه احشي بقى الممبار الاول عشان حطيت الميه بتاعته ماشي. بسم الله. حطيتنا ايه كمون وملح وكده ماشي. نجيب الصلصه اللي في القعر كلها كده اهو. طبعا الدهنه بقى فيه ملهوش على الريحه ماشي كده. لسه اجيب الزابيه بتاعته اهو. طبعا انا مش مالكه عشان انا بعمل بيد واحده. انت بقى ايه رز انا بحب اعمل المحشي احمر بالنظام ده كده ماشي. هنبدأ بقى نقول بسم الله ونجيبه إيه انا هحشيها وهوريها لكم بعد ما احشيها. بصوا هي كده هي بالطول ده كده. طبعا عشان هي هتكش معاكي لسه في الميه ماشي، وما تملهاش قوي. انا هنقص بس شويه رز ايه عشان ما اظفرش الرز كله. هاخد شويه بشويه كده واخلص واحط تاني ماشي، عشان الرز ايه ما يصفرش معايا من الممبار. عشان انا محشي بيه البتنجان او ايه انا كنت ناويه اجيب ورق عنب لكم في اول فيديو، بس للاسف ما لقيناش في السوق. رجعنا نجيبه والراجل قال لي يا جماعه ده خلاص ما عادش بينزل. ياما الحبه دول كده هحشي بيهم. وبعد كده ايه الممبار شويه صغيرين يعني ده نص كيلو مش ياما اوي يعني. هحشي الممبار وهوريه لكم برده بعد ما احشيه. انا مش عاملاه رز قوي، هوريه لكم برده عشان ايه تشوفوه. طبعا يا جماعه انا لفيت الممبار اهوت حشيته اهوت. هوريه لكم كنا نحطه في الميه. وطبعا البنجان اهوت ايه بكمله حشو. ادي الممبار معايا اهوت الميه بتاعته غلت اهيت كده. الميه ايه غلت اهي. بصي الممبار اهوت بتعملي كده البطاطيق كده. هو رك ما ينزل الميه هيمسك لوحده. بتحشيه بس ما تملهوش. سمي كده الله وتنك منزلاه في قلب الميه. طبعا ايه حاطه فيها لورا وعدين من الكزبره الخضراء. ريحه الميه جميله بقى. طبعا التقطيع بقى على حسب ما انت ايه بتحبي، بس هو المفروض يبقى ايه ماسك نفسه شويه عشان هو هيكش كمان لما تحطيه في الميه بيكش.
اهوت معايا بالشكل ده كده. هوريهولكم برضه لما بينزل الميه بيبقى عامل ازاي. شايفينه؟ هرجع لكم كده شويه اهو. شايفينه بيمسك ازاي اهو. هسيبه بقى يستوي مع نفسه على ما اخلص بقى ايه لف الكميه اللي معايا. كده يا جماعه البتنجان حطيت له تبسيه واحده ميه بس، وزي ما انتم شايفينه كده اهي الميه باينه اهي ماشي عشان يستوي. هقطع عليه بقى واسيبه. يبقى كده ايه النوع التاني معانا. ده النوع الاولاني لسه هو مستواش، لسه شايفاه لسه برضو ايه مستواش. اوريهولكم برضو لسه انا شايفاه لسه مستواش برضو اهو. هسيبه كمان شويه على ما يستوي. شايفين الميه بتاعت الممبار من الصلصه بتاعت الرز عامله ازاي حمرا هي، بسم الله ما شاء الله زي الشرب. طبعا هو انا مطيع عليه عشان يستوي برضو. مرضتش اعلي عليه على الاخر يعني، سبت النار عليه وقت شويه وسبته على البتنجان بقى ما يغلي معايا وقت عنه رخر. واوريكم بقى ان شاء الله ايه بعد ما نخلص. خلاص يا جماعه اهو استوى اهو. هبدا بقى ان انا ايه اطلعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهوت. طبعا هو بيزيد في الميه، بيزيد زي ما انتم شايفينه كده وبيمسك نفسه، يعني لا تربطي ولا تعملي اي حاجه من دي. طبعا الصغيره بتكش بتبقى ايه ملهاش منظر، فانت تخليها ايه التقطيع المناسب. ضربت كده ليه؟ محمد السيد افتح. محمد السيد خلاص انا حطيت الزيت على النار اهو. هبدا بقى ان انا ايه احمره. طبعا الزيت اتقدح اهو. بسم الله هنزل بقى بواحده واحده كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا هو ما بياخدش وقت خالص، لكن ما يستوي تحمريه وتقدميه على طول. طبعا انا عاملاه كله بالحاجه اللي انتم شايفينه ده كده. احطه كله مره واحده. انا عامله مش كميه من الكميه مش ياما. الكميه انا عملتها كلها النهارده اهيت معاكم. هبدا بحمر واطيره من على الوجه ده للوجه ده، وهوريكم بقى ايه اما اخلصه عشان بس الزيت والايه يتكون. طبعا شايفينه بحب الزيت الغزير عشان يحمر على طول معاه. طبعا الرز اللي فيه مستوي وهوريهولكم كمان لما ايه احمره هوريهولكم. معايا بقى محشي البتنجان كمان استوى اهو. هوريهولكم برضو اهو. طبعا شايفينه هو استوى اهو، بس انا ايه سايباه على نار هاديه كده يكمل سوا كمان، وبعد كده ايه هنقلبه بقى ده مع بعض. خلاص هو كده هو زي ما انتم شايفينه خد اللون اللي انا عايزاه اهوت. هبدا بقى ايه اطلعه من الزيت. بسم الله ما شاء الله. طبعا بصوا طبعا ما خدش معايا حوالي يا دوبك سوا بس نص ساعه وخلاص. طبعا بتبقى ايه على حسب اللحمه بتاعتك طبعا السوا بتاعه. طبعا اللي احمرت انا هطلعها، واللي انت حاسه ان هي بيضه اللي بيه. وجبه النهارده سريعه وبسيطه ازاي، ما تقوليش محشي بقى وايه وياخد كلفه ياما حاجه ما بياخدش اي وقت. خدعنا فرحنا وعملنا شغلتنا وكله وظبطنا حالنا اهوت. خلاص العدسه دي بس ايه هي دي بس اللي عايزه تحمر شويه وخلاص. وكمان البتنجان استوى وكل حاجه. خلاص يا جماعه شايفين الجمال والحلاوه دي بسم الله ما شاء الله اهو طالعه اهوت. والبتنجان اهوت كمان استوى معايا اهوت شايفينه اهوت.
بصوا من جوه المحشي مستوي ازاي، ومفلفل ازاي زي العسل. وبعد ما نضيف كمان اهوت هعمل لكم واحده برضو. بسم الله اهوت شايفينه بقى الفن. شايف على قلوبكم، متنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.